السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفيني، معاكي اختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي. ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى، النهاردة الفيديو بتاعنا فيديو ايه؟ تحفة كده، تحفة تحفة تحفة. فيديو تحفة وفيديو صيام في نفس الوقت. المهم، بدأت كده، خرطت بصلاية كبيرة، نزلت بشوية زيت على شوية زبدة، وخرطت بصلاية كبيرة نزلتها تتحمر معايا. أول ما دبلت كده وغيرت لونها لون بسيط، نزلت عليها بمعلقة توم. أول ما الاتنين غيروا لونهم، رحت نازلة بمعلقة من الفلفل الأسمر، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، معلقة من الشطة. ركزوا معايا اهو، معلقة من الفلفل الأسمر كده، وهديها تقليبة. تمام. معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة من الشطة. تمام تمام. المهم، كنت عايزة اقول لك ما خشي خدي لفة في قناتنا، هتعجبك قوي. قناتنا حلوة وخفيفة وسريعة، فيها فيديوهات هتعجبك قوي. ده الكمون اللي هو المحبش اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو اللي فات. ده اللي عليه الكزبرة والشطة، هو كده كده محبش. حتى لو تلاحظوا انا حطيت معلقة واحدة بس اهوت، بس انا حبيت اوصفها لكم يعني. تمام. ومعلقه شطه اهي. يبقى حطينا كمون وكزبره. كمون المحبش، انا بعد كده مش هقول لكم غير كمون محبش. الكمون المحبش ده عباره عن ايه؟ عباره عن كمون، كزبره، شطه. هو العطار بيعمله لي كده. بعد كده نزلت بالصلصه بتاعتي، ونزلت بمعلقه كبيره ملح، وهسيبهم بقى يتسبكوا معايا تسبيكه كويسه جدا. عبال ما يتسبكوا، تعالى نعمل العصير مع بعض. جبت الاناناسيه دي كده من السوق وانا جايه، وقلت ايه، هعمل لهم بقى عصير اناناس. في ناس بتقول عليه شمام، في ناس بتقول عليه شهد. قولوا لي بقى انتوا بتقولوا عليه ايه. تمام اهو، زي ما انتوا شايفين كده، فتحتها وهنضف قلبها بالمعلقه. تمام. وبعد كده هشيل نصها في التلاجة، والنص التاني هعمله عصير، لان هي بسم الله ما شاء الله كانت كبيره، كان حجمها يعني كبير مش صغير. بصوا، نضفت اهو قلبها بالمعلقه. ماشي اهو. بقى بفتح وهاخدها كمان اشطفها. ماشي. وبعد كده بقى نعمل العصير بتاعنا عشان الصيام. كده ولا كده، كان عندي عصير كركديه في التلاجة، وكان عندي بتاع دوت اللي هو الرمان دوت، اللي هي سيف الرمان دي. فكان عندي عصاير ياما، بس قلت برضه اعمل لهم ايه، عصير اناناس كده. كنت هقطع القطعه اللي هسيبها، واسيبها متقطعه. بعد كده لقيتها مش حلوه متقطعه، سبتها سليمه زي ما هي. وقشرت بقى القطعه اللي هعملها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا المعروف عن الاناناس ما بتزوديش عليه اي حاجه، لا لبن ولا اي حاجه. انتي بتقطعيه وبتضربيه في الخلاط مع شويه سكر، وبعد كده بتحطيه في التلاجة، وبيبقى مية مية. تمام تمام اهوت. قشرته بقى كده زي ما انتوا شايفين. شلت كل اي حاجه منه ما تكون ايه، مش هينفع ان هي طبعا تنضرب ولا تتاكل. بعد كده هجيب الخلاط بتاعي، وهبتدي ان انا بقى ايه، اضربه ضربه مظبوطه كده. احنا الفيديو بتاعنا النهارده جميل جدا، كمليه للاخر، لسه في حاجات هتعجبك غير وصفات الاكل كمان. طالعين رايحين مشوار، الفيديو هيتظبط يعني، الفيديو مظبوط ظابطه النهارده، مش قادره اوصف لكم. قطعت بقى الاناناس في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين. ماشي. عادي قطعيه قطع كبيره، لان هو كده ولا كده طري يعني، فبينضرب بكل سهوله. ماشي. وبعد ما تقطعيه، حطي شويه سكر محترمين كده على حسب التحليه اللي انت بتحبيها، واضربيه. فضيه بقى في حله ولا في شفشه، وحطيه في التلاجة. انا طبعا الشفشه كان فيه كركديه. تمام. وبعد كده خلاص، والصلصه بتاعتي كانت لسه بتتسبك. قلت برضو عبال ما تتسبك اطلع الخضره كده، انقيها واخرطها معاكم. ماشي اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده، بعد ما اخرط الخضره يعني، هبص على الصلصه بتاعتي تاني، هلاقيها لسه ما اتسبكتش. هطلع بقى اروح فين؟ اروح مشوار. فين المشوار؟ انا كنت اهو، بصوا الاول خرطت الخضره وغسلتها اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا، هبص على الصلصه بتاعتي لسه عايزه شويه. تمام. هوطي عليها النور بقى وهسيبها. وسرحت هنا الكوكي وغيرت لها زي ما انتوا شايفين. كانت بتقولي صوري التسريحه يا ماما، فقلت اصورها لكم. شايفين بقى، سرحت لها كده وحطيت لها التوك الجميله ديت. واخدتها وهنروحنا مشوار. رحنا فين؟ رحنا ننفخ العوامات، عشان كانت تاني يوم على طول رايحين البحر. فروحنا بقى ننفخ العوامات بتاعتها وبتاعت اخوها يعني كريم. هو اخويا انا، بس انا بقول لها اخوكي عشان هو لسه سنه صغير يعني. رحت نفخت لهم العوامات بتاعتهم، وجيت بقى كانت الصلصه اتسبكت، غسلت الرز معاكم، وفضيت الخضره اللي احنا كنا مخرطينها ومتصفيه. وهناخد بقى ايه، شويه من الصلصه كده نحطهم
نحطهم يعني، مش هنحط الكمية كلها عشان الكمية كبيرة. وانا مش عاملة محشي ياما، انا عاملة صينية بس واحدة صغيرة عشان خاطر انا كان عندي بامية قبلها بيوم وكده، ولا كده الصيام ما بيأكلش، واحنا كان الجو حر، بس كان كرمة وكريم كانوا طالبين المحشي فكان لازم اعمله. هو يعني انا مش بعمل عشاننا، احنا بنعمل عشان اولادنا، فالحاجة اللي هيطلبوها لازم تتعمل. حطيت بقى الخلطة كده والصينية وكله في الارض، وهبتدي ان انا اقعد احشي في الارض اهو زي ما انتوا شايفين. حشيت اول رق كده بقى، وكان عندي جناحة كده في الفريزر، نزلت عليها بشوية فلفل اسمر، شوية من الكمون المحبش، وشوية ملح، وهديهم تقليبة كده مع بعض. تمام. وبعد كده هرصهم في الصينية وهحشي عليهم. الطريقة دي جميلة قوي، جربيها في جناحة في فراخ، بس تكوني مقطعاها كويس ومشوحاها، بحيث ان البتاع دوت ان انت تضمني السوا. يعني لو الفراخ سويها بنسبة 50%، انما الجناحة عشان رفيعة فهتستوي في وسط المحشي عادي، انما الفراخ مش هتستوي، لازم تسويها بنسبة 50%. تسويها ازاي بنسبة 50%؟ هتشوحيها على النار بشوية الحباشة اللي احنا حاطينهم دولت، وتزوديها ربع كوباية مية تغلي بيهم، وبعد كده تقومي حطاها بقى ايه بين المحشي كده. محشي بالفراخ تحفة يا جماعة، تحفة. بعد كده حشيت اهوت، بصوا بوريكم بقى، يعني انا بقى ايه، بعمل كفر بقى كده ايه من المحشي على الفراخ. اكيد مش هتعملي رصه لان الرصه مش هتتظبط معاكي، فانتي بتلفي حوالين الفراخ. هنا كنا حاشينا المحشي كله اهوت، ومعايا ميه، ما عنديش طبعا شوربه، هعمل بقى شوربه كدابه. هاخد معلقتين صلصه من اللي انا مسبكاهم دولت، واحط عليها واحده ماجي، وهحط عليها ملح وفلفل، وهولع عليها تغلي، ونبقى عملنا احلى ايه، احلى شوربه كمان نسقي بيها المحشي. وهنا المتغطيه ديت الباميه كنت طلعتها عشان اسخنها جنب الاكل، لان خلاص كان فاضل يعني ايه على المغرب شوية صغيرين. المغرب بيدن 8:05، واحنا النور بيجي 7، فكان لسه يعني لسه فاضل ايه حوالي مثلا نقول ايه نص ساعة، ساعة الا ربع كده. لا ده كان فاضل ساعة لسه، كان فاضل ساعة لأن النور كان لسه قاطع. وكان في شوية مواعين في الحوض كده غسلتهم، وسيقت المطبخ ومسحت الرخامة، وكده الشوربة بتاعتي كانت غلت. زيت المحشي كويس اهوت زي ما انتوا شايفين، وكنت برضو بزوده شوية بشوية تاني لاني عايزة اضمن ايه سوى الفراخ كويس. تمام. حطيته بقى على النار كده على نار عالية، وسبته هولع على البامية كمان تسخن. بس الاول هجيب معلقة كده وايه يعني هفتح بين المحشي، هفتح كده بين المحشي وبعضه عشان اتأكد ان الشوربة واصلة لحد تحت. تمام. وبعد كده هغطيها بقى واسيبها بقى ايه تستوي على مهلها كده. كان لسه قدامي زي ما قلت لكم ساعة او ساعة وربع مثلا، فاسيبها بقى ايه تستوي على مهلها على نار هادية يعني. تمام. وهنا كمان كانت بصوا بقى ساعة ما كانت بتغلي كنت بوريها لكم، شايفين الجمال والحلاوة. ده غير ان الريحة كانت تحفة، البهارات اللي احنا حاطينها مخليه الريحة جامدة. هسقيها بقى كده بمعلقتين زبدة زي ما انتوا شايفين، دي زبدة بلدي. هحط كده ايه على الحروف كده كل حرف حتة حتة، بحيث ان لما تسيح توصل للمحشي من تحت. واحلى بقى صينية محشي بالفراخ ممكن تعمليها محشي بالجناحة. بصوا تحفة. ممكن تستبدلوا الجناحة دي بلحمة، هتبقى جميلة قوي برضو. يعني بصوا تحفة كده تحفة. غطيتها بقى، وبعد شوية كده طلعتها زي ما انتوا شايفين، وتعالوا نغرفها مع بعض. كانت طعمها وريحتها وهم، بجد كانت طعمها وريحتها كان وهم فعلا. يلا بينا هوبا قلبناها اهيت. بصوا بقى هوريكم دلوقتي الجمال والحلاوة كلها. اخبطي كده خبطتين بالمعلقة كده، كان النور جه اهوت، والمغرب كان على وشك الاذان يعني خلاص. شايفين بقى الجمال والحلاوة اهو. بصوا تحفة تحفة تحفة. بصوا بقى احلى شوية الشوية اللي تحت دولت اللي بيبقوا لازقين كده، انا ابتديت اسلكهم بالمعلقة كده وافضيهم. تمام. طبعا انا كنت عامله معاكم كذا كذا مره في القناه تورتيه المحشي، موجوده على القناه، جميله قوي تورتيه المحشي دي، حاجه تحفه كده. خشوا بس على القناه كده، خدوا لفه وجوله كده، هتلاقوا حاجات تعجبكم قوي، وحاجات مفيده وحاجات سهله وحاجات بسيطه هتعجبكم جدا جدا. صبيت بقى كوبايتين عصير اناناس اهوت. ماشي. طبعا انا كنت صابه كذا كوبايه يعني، بس اللي جه في التصوير كوبايتين اتنين بس. والمحشي بتاعي اهوت، والباميه خلاص سخنت بتسخن على النار، قلت اسخنها واغرفها، ومخلي اللفت دوت انا اللي عاملاه. برضو الفيديو بتاعه على القناه موجود، خشوا اتفرجوا عليه. وهو بصوا بقى شايفين الجمال والحلاوه، وهم كده، والفراخ كانت دايبه، والمحشي زي الزبده بألف هنا وشفا. وطبعا كلنا عارفين ان الباميه لما بتبات بتحلو، فكانت الباميه كمان ايه طعمه كده، وكانت بايته وجميله.
الف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجه من الاكل الحلو دوت. زي ما قلت لكم ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه يوصل لكم كل جديد. قناتنا حلوه وبسيطه، فيها فيديوهات جميله جدا، فيها فيديوهات مفيده، فيها فيديوهات اقتصاديه. خشي بس كده خدي لفه في القناه، وما تنسيش تحطي لي لايك على الفيديو الحلو دوت. اللايك بتاعكم اللي بيأكد لي ان الفيديو عجبكم. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.